ايه رأيكم هنعمل النهارده سمك مشوي في الفرن من غير رده ومن غير الخضار اللي بنفرشه تحت منه، الفرش اللي بنفرشه بطريقه سهله وبسيطه ومكوناتها كلها موجوده في البيت. عندك اي سمك، سمك بلطي، سمك روسي، اي سمك، سمك مكاريلا، اي سمك هتعمليه بالطريقه دي. طريقه حلوه وريحته حلوه وطعمه حلو. معايا طماطمية مقطعاها صغير وممكن تستغني عنها، ومعايا الجزر عاملاه في الكبة علشان خاطر يبقى ناعم، علشان الجزر بيبقى ناشف شوية، ومعايا بصلاية وقرن فلفل، كل ده مقطعه صغير خالص علشان ما يغيبش في التسوية. السمك ما بيغيبش في التسوية. وبعد كده ورق الكزبرة، هاخد ورق بس من بتاع الكزبرة، مش هاخد العروق بتاعته. انا الطبق كنت اللي بقلب فيه كان صغير ففضيته في طبق كبير شويه. شويه كزبره، شويه فلفل اسود، شويه كمون، هريسه، فلفل، هريسه الفلفل عليها الملح، فمش هنكتر ملح او مش هنحط ملح خالص. معايا دقه توم على فلفل وشويه زيت والليمون، 3 ليمونات 4 ليمونات. كل ما تحطي الليمون تكتري فيه بيخلي طعمه حلو، والزيت بيخليه سايح، بيخلي السمك سايح ودسم وحلو. الليمونه هتعصريها عليه وتقلبي كل المكونات دي كلها مع بعضها لما تدخل كلها ببعضها كده. وبعد كده هتحشي السمك تغسلاه ومنضفاه، شايله القشر، شايله كل حاجه منه، منضفاه حلو بالفرشه من جوه. وبعد كده هتحطي فيه السمك، لو لقيتي فيه اي دهون وانت بتنضفيها شيليها، حطها تاني في السمك. لما بتستوي في السمك بتخلي بطن السمك سايح. انا ملازم بطن السمك هنا، بس الخضار اللي انت هتحطيه ده ما تكتريش فيه في بطن السمك، علشان السمك ما بيغيبش في التسويه والخضار بيبقى لسه ما استواش. فما تكتريش، احنا بنعمل بس حاجه انه تدي للسمك ريحه من بطن السمكيه كده، تدي لها ريحه وشويه زيت بس من فوق كده علشان خاطر ما يلزقش في الصينيه. وتكوني مولعه الفرن من فوق ومن تحت، او لو فرن بوتاجاز تكوني مولعه من قبلها علشان يبقى سخن والسمك ما ينشفش معاكي. ممكن ما يكونش عندي فرن، اعمله من غير فرن على البوتاجاز من فوق. ايوه بالطريقه دي، بس هيعوز يقلبي السمكيه علشان على الجهه التانيه علشان تحمر. ومعايا بقيه المكونات اللي كنت مقلباها واللي عاملاها هنعملها في التمليحه بتاعه السمك. هنسقي بها السمك بعد ما يستوي 3/4 تسويه، نطلعه نسقيه التمليحه دي او الخضار ده، ونحطه تاني في الفرن لما يشربها تبقى طعمه حلو، وتبقى السمكيه شربت منه من فوق ومن تحت، مش من القلب بس اللي احنا حاطينه وخلاص. معايا ملح، حطيت ملح شويه كتر عشان خاطر هحط ميه. حطيت ملح وحطيت هريسه فلفل وحطيت كزبره مع المكونات اللي احنا عاملينها دي وشويه الميه. ما تكتريش الميه علشان خاطر السمك ما يبقاش طعمه مش حلو. تحط له شويه الميه ومع الحاجات دي كلها وتسقي السمك، طلعيه من الفرن سخن تسقيه وترجعيه الفرن تاني، ترديه في الفرن تاني ياخد وش من فوق ومن تحت ويشرب الميه دي كلها اللي انت حطاها، بس ما تكتريش الميه وهيشربها. فالخضار اللي انت هيتبقى في الصينيه ده هيستوي، هتاكلي بيه بيبقى طعمه حلو وبيبقى ما بيغيبش في التسويه. والسمكيه بتشرب من كل الحاجات اللي انت حطاها دي كلها من فوق ومن تحت، فبتبقى طعمها حلو وريحتها حلو. اهم حاجه في الاكل ما تكتريش في المكونات او تجيب مكونات كتير وتوابل كتير تودي الاكله لطعم تاني خالص غير اللي احنا متعودين عليه. احنا بنعمل بحاجات بسيطه وكلها موجوده في البيت. اهم حاجه النفس في الاكل، لما بتبقى ان الواحده لها نفس في الاكل بيخلي الاكل طعمه حلو وبيخلي ريحته حلوه، اي حد ياكل منه يشكر من الاكل اللي كل منه. خلاص السمك اهو هطلعه، احط له شويه الميه التمليحه بتاعته اللي هي بالخضار، وهحط اول ما يغلي كده قبل ما ينشف هغطي عليه علشان خاطر يستوي براحته، والبخار بتاعه اللي بيطلع منه ويخليه طري ويخليه حلو. لايكات وتعليقات وشيروا الفيديوهات علشان قناتي تكبر بيكم. يا ريت تعليقات، اللي مش عاجبه اي اكله من اللي بعملها يعلق لي في الكومنتات، واللي عايز اي وصفه يكتب لي في الكومنتات وانا ابعت له الوصفه اللي هو عايزها. فيديو سهل وبسيط، والسمك ألذ حاجة تاكليها هو السمك، خصوصا في الشتاء بيبقى السمك طعمه حلو وتاكلي مع رز صيادية، رز بشعرية، رز مدسوس، أي حاجة. السمك بيتاكل مع أي حاجة، حتى لو عندك شوية رز بيتين وعايزاهم يتاكلوا هتعملي شوية سمك هتلمي كل الرز اللي عندك وبالعيش على جماله، بالعيش السخن بيبقى طعمه لذيذ وما تشبعيش من أكله. فيديو سهل وبسيط، وده كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد.